أنا اسمي جوليا توفانا، كنت عايشة في إيطاليا وبالتحديد في مدينة بالميرو في القرن ال17 مع أمي ثوفانيا دادامو وأبويا فرانسيس. وكنت دايما بشوف أبويا وهو بيضرب أمي وبيهينها، وده لأن الستات في الوقت اللي أنا وأمي كنا عايشين فيه في أوروبا واللي كانوا بيسموه عصر النهضة، كانت البنت بتتجوز وهي عندها 12 سنة، وما كانش فيه أي بنت تقدر تتكلم ولا تعترض على قرارات الرجالة اللي في عيلتها، وخصوصا الأب، وده كان بيحصل بين عامة الشعب وحتى في العائلات الأرستقراطية. وطبعا لما كانوا البنات بيتجوزوا كانوا أجوازهم هم اللي بيسيطروا على كل حاجة في حياتهم، ومفيش واحدة كانت تقدر تفتح بقها وتعترض على اللي جوزها بيعملوا فيها. وكنا كلنا بنتعرض للعنف الأسري، سواء بقى ضرب أو إهانة أو حتى بعنا الرجالة تانيين، ورجالتنا كانوا بيقبضوا التمن، ولازم كنا نوافق ونسكت ونصبر لأن هم الرجالة وإحنا الستات. وما كانش في حاجة في وقتنا اسمها طلاق، والواحدة مننا ما كانتش بتقدر إنها تخلص من تحكمات جوزها فيها غير بموته، وعشان كده كنا كلنا تقريبا بنتمنى لجوازاتنا الموت، وكنا ما بنحسش بالسعادة غير لما نبقى أرامل. وكان في مننا اللي بتستنى إن جوزها يموت موتة ربنا، وفيه اللي كانت بتصرف نفسها وتقتل جوزها زي ما أمي عملت في أبويا. على فكرة أمي كانت شاطرة قوي في الكيمياء وتصنيع الأدوية، وقدرت إنها تصنع سم قتلت بيه أبويا، لكن المشكلة إن الشرطة قدرت بسهولة تكتشف إن أبويا اتقتل بالسم، وقدروا يعرفوا إن أمي هي اللي عملت السم ده وحطتهوله في الأكل، واتحكم على أمي بالإعدام، وفعلا أعدموها سنة 1933. وصحيح نسيت أقول لكم إن بابا كان بيضربني بعنف وبيهني أنا كمان، لكن أنا كنت بهرب من اللي بيعمله فيا بحبي للكيمياء وخلط النباتات الطبيعية مع بعض وصنع الأدوية منها، وكان نفسي أكون طبيبة، لكن بابا رفض خالص الموضوع ده وقال لي البنت للجواز وبس، الشغلانة دي شغلانة رجالة، وجوزني لواحد أكبر مني. واللي كان بيحصل مع أمي حصل معايا، وكان جوزي دايما بيضربني وبيهني، ولما خلفت منه بنتي جيرولاما ولقيته بيضربها وبيعاملها بعنف، خدت قراري بأن بنتي مش هتعيش العذاب اللي أنا وأمي عشنا فيه، واستخدمت مهارتي في خلط الأعشاب والنباتات، وقدرت إني أتوصل لخلط نسبة من مادة الزرنيخ بنسبة من نبات البلادونا، ودي مادة شفافة ملهاش لون ولا ريحة ولا طعم، وصنعت منهم سم سميته أكوا توفانا. وعشان السم ده ملهوش طعم ولا ريحة ولا لون، قدرت أخلطه بالعصير وقدمت العصير لجوزي على مدار 3 أيام، وفي آخر اليوم الثالث جوزي مات. وطبعا مفيش حد شك فيا، واتظاهرت قدام الشرطة والناس إني زعلانة على موت جوزي، وعشان كده مش قادرة أعيش تاني في البيت اللي كنا عايشين فيه مع بعض، وخدت بنتي جيرولاما وسافرنا على روما واستقرينا هناك، وفتحت محل أدوات تجميل، والمحل بقى ماركة، وكل ستات روما كانوا بييجوا يشتروا مني أدوات التجميل بتاعتهم، وكنت بسمعهم وهم بيشتكوا من رجالتهم ومن المعاملة المهينة اللي بيعاملوهم بيها. وفي الوقت ده كنت أنا طورت أكتر من المواصفات المميتة للسم بتاعي، وعبيته في إزازة مكياج شكلها شيك، وكتبت عليها إن المواد اللي مصنوع بيها مسحوق التجميل هي الزرنيخ اللي كان بيستخدم في تبييض لون البشرة وقتها، والمادة التانية هي البلادونا اللي كانت بتوسع العين وبتخلي شكلها جميل، وكانوا بيحطوا إزازة السم وسط أدوات التجميل بتاعتهم. وطبعا أجوازهم ما كانوش بيشكوا في الموضوع، لأن الرجالة أصلا ما بتهتمش إنها تعرف أسامي ولا استخدامات أدوات التجميل. وعلى فكرة الأكوا توفانا كان ممكن يقتل أي راجل ب4 نقط دفعة واحدة، لكن أنا اللي كنت بطلب من العاملات بتوعي إنهم يوزعوا نقط السم على 3 أيام، وكنت بقول لهم في أول يوم حطي لجوزك نقطة واحدة منه في كوباية الشاي، والنقطة دي كانت بتخلي جوزها يحس بالضعف والإرهاق، ودي أعراض عادية جدا ما بتخليش جوزها يشك في حاجة ولا حتى يروح للدكتور. وكنت بعرف العاملات بتوعي إن تاني نقطة من السم لازم تتحط جوه الأكل، وده كان بيخلي الضعف يظهر أكتر على الراجل،
فكان بيروح يكشف عند الدكتور فيديله شوية فيتامينات مقوية، وبيطلب من مراته إنها تهتم بأكل جوزها أكتر. وساعتها بقى مراته تبين إنها قلقانة وخايفة عليه وتهتم بيه أكتر، وتحضر له الأكل اللي الدكتور كتبهوله، وهو بالمرة تحط له في الأكل النقطة التالتة من السم. وطبعا ساعتها الضعف هيزيد أكتر والدكتور مش هيعرف يعالجه، فتحط له النقطة الرابعة اللي بعدها هيموت وهترتاح منه خالص. وطبعا في الوقت ده لازم تفضل تعيط وتصوت علشان محدش يشك فيها، وكمان لازم تطلب إن جثة جوزها تتشرح علشان الشرطة تعرف سبب موته. وطبعا الشرطة ما كانتش بتكتشف سبب الموت. أما بقى النوع التاني من العاملات فكانوا بيشتروا مني الأكواتوفانا علشان يخلصوا من جوازتهم ويورثوهم، ودول بقى كانوا بيسموا الأكواتوفانا مسحوق الميراث، وكنت باخد منهم نسبة بنتفق عليها من ميراثهم بعد ما السر الإلهي لرجالتهم يطلع. وقدرت في خلال 50 سنة إني أكون ثروة كبيرة جدا، وكنت حاسة إني بقدم خدمة جليلة لكل الستات، سواء بقى المظلومين علشان يتخلصوا من ظلم وقهر رجالتهم ليهم، أو الفقراء اللي محتاجين يورثوا جوازاتهم علشان محدش يتحكم فيهم. وكل ما كنت أعرف إن واحدة من اللي خدت مني السم جوزها مات كنت بفرح قوي واسهر بالليل أعمل كميات أكبر من الأكواتوفانا، وفضلت على الحال ده لمدة 50 سنة زي ما قلتلكم. وفي خلال ال50 سنة دول كان الأكواتوفانا اتسبب في قتل 600 راجل، وكانت كل حاجة ماشية تمام لحد ما واحدة من العميلات بتوعي ضميرها صحي قبل ما جوزها ياكل من الأكل اللي حطت له فيه السم، واعترفت له بكل حاجة، فاداها العلقة التمام وراح بلغ الشرطة. لكن أنا عرفت قبلها وقدرت أهرب لدير على أطراف البلد. لكن بعد كده بكام يوم، وتحديدا سنة 1659، جم شوية رجالة ملهمش لازمة وساعدوا الشرطة ودخلوا الدير وسحلوني وخنقوني ورموني في الشارع اللي ورا الدير. مش عارفة ليه الوحشية دي، بس يلا بقى منهم لله.